مع اقتراب انطلاق كأس إفريقيا الأقل من 17 سنة بالمغرب، بدأت تظهر تطورات مثيرة داخل كواليس بعض المنتخبات الإفريقية المشاركة، خصوصا المنتخب السنغالي الذي وجد نفسه في قلب الجدال جديد قبل أيام قليلة فقط من بداية البطولة. وحسب تقارير إعلامية إفريقية، فإن الجامعة السنغالية لكرة القدم قامت بتغييرات مفاجئة على اللائحة الرسمية للمنتخب بعدما تم استبعاد 4 لاعبي كانوا حاضرين بشكل مستمر في المباريات التحضيرية الأخيرة، وتعويضهم بأسماء أخرى في آخر اللحظات. وتشير نفس المصادر إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار يعود إلى تخوف من النتائج الاختبارات تحديد السن عبر الرنين المغناطيسي، وهي الفحوصات التي يعتمدها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتأكد من أعمار اللاعبين المشاركين في البطولة الفئات السنية. هذا الموضوع خلق حالة من الضغط داخل الأوساط الرياضية السنغالية، خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي طالت بعض المنتخبات الإفريقية في السنوات الأخيرة بسبب شبهات التلاعب بالأعمار، وهو ما جعل المسؤولون يفضلون تفادي أي مشاكل قانونية أو عقوبات قد تؤثر على مشاركة المنتخب في البطولة. وفي الجهة المقابلة، نجح المغرب في خطف الأنظار بفضل التنظيم الاستثنائي لهذه النسخة، بعدما قررت السلطات الرياضية المغربية إقامة أغلب تفاصيل البطولة داخل مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، في خطوة غير مسبوقة على مستوى بطولات الفئات السنية الأفريقية. وسيعيش اللاعبون والوفد المشاركة داخل فضاء رياضي متكامل يضم الملاعب، التدريب، الإقامة والتجهيزات الطبية في مكان واحد، وهو ما سيسهل بشكل كبير ظروف المشاركة ويمنح المنتخبات أجواء احترافية عالية الجودة. وقد لقي هذا النموذج التنظيمي إشادة واسعة من طرف مسؤولي الكاف والوفد الإفريقي، خاصة مع المستوى الكبير للبنيات التحتية الرياضية التي أصبح يتوفر عليها المغرب في السنوات الأخيرة. كما ستحتضن مدينة الرباط أبرز مباريات البطولة، من بينها مباراة الافتتاح والنصف النهائي ثم النهائي في نسخة ينتظر أن تكون من أقوى النسخ على الإطلاق. وبين الجدال المرتبط بفحوصات الأعمار داخل بعض المنتخبات والإعجاب الكبير بتنظيم المغرب، تبدو كأس إفريقيا الأقل من 17 سنة هذه المرة مختلفة تماما، وقد تكون بداية للمرحلة الجديدة في طريق التنظيم بطولة الناشئين داخل القارة الإفريقية. ما تنساوش تشاركونا الآراء ديالكم في التعليقات، وشكرا لكم.